النهارده هنتعلم ازاي نعمل لياقة قميص رجالي او شميز البناتي. هي لياقة مشتركة ما بين الاتنين. اللياقة بتبقى مكونة من قطعتين، راس ورجل. هقولك ازاي تطلع القطعتين في خطوتين واقل من 5 دقايق. ركز معايا. بس المهم يا جماعة، انا عايز لايك وشير عشان تفاعل القناة واقع. عايزين نساعد بعض وندعم بعض. ركز معايا. اول حاجة انا محتاجها علشان اطلع لياقة القميص، محتاج مقاسين. اول مقاس محتاجه حردة الياقة الامامية بتاعة الصدر. انا هاخد مقاسها بالشكل ده بالمزورة. ده اول مقاس خدته. حردة الجيرو الامامية طلعت معايا هنا 11. هقيس حردة الجيرو الخلفية بتاعة الظهر، هقيسها طلعت معايا مقاسها هنا 9. تمام كده. يبقى انا عندي حردة الجيرو الامامية 11 والخلفية 9. كده المجموع بقى عندي كام؟ المجموع عندي بقى 20. هعمل ايه بقى؟ ركز معايا كويس جدا. هرسم مستطيل. تمام. المستطيل ده انا هعمل طوله 20، اللي هو مجموع لياقة مجموع حردة الصدر الأمامية وحردة الظهر الخلفية. الأمامية كانت معايا 11 والخلفية 9، هجمعهم على بعض هيبقوا 20. هاخد خط بطول 20 وهنزل 11 دي ثابتة. هنا نزلت 11 والناحية التانية 11. هقفل المستطيل بتاعي. تمام. قفلت المستطيل بتاعي. هاخد مقاس من هنا 3 وبعدين 2 في 2 كمان في 4 سنتي. تمام لحد كده. يبقى انا هنا خدت كام؟ هنا خدت 3 سنتي، هنا 2 سنتي في 2 سنتي في 4 سنتي. حلو كده؟ تمام. هاخد من هنا برضو 3 سنتي في 3 سنتي. اهو انا بكتب لك عشان تبقى واخد بالك. 3 في 3. تمام. اول حاجة انا هعملها هنا، هعوز اوصل دول ببعض. هاجي هنا كده من التلت الاول للياقة، هروح واخد زي ما انت حضرتك شايف كده. وصلت الياقة. هاخد التانية على نفس الحزم. ممكن اطلع خط مستقيم الاول كده، وبعد كده هوصل الخط ببعضه. تمام لحد هنا. تمام. وبعد كده هروح جاي داخل جوه هنا 2 سنتي وهروح عامل رسمة الياقة بتاعتي. ممكن تعدلها شوية بإيدك عشان تطلع بالشكل ده كده. تمام. أنا هاخد خط من هنا عادي، وبعدين 2 السنتي التانيين اللي فوق هروح موصل قوس زي ده كده. تمام لحد هنا. وبعدين هروح جاي من نقطة التقاء الياقة اللي هي 2 سنتي مع الخط اللي خدناه هنا زي ما هو باين قدامكم كده. من نقطة الالتقاء دي هروح طالع على الزاوية دي بخط كده. تمام. تمام. بعد كده ايه اللي هنعمله؟ التلت الاخير في الياقة زي ما قدامك هنا كده. التلت الاخير من هنا هقوم جاي نازل نص سنتي في التلت الاخير، وبعدين هقوم جاي موصل الياقة بالشكل اللي حضرتك شايفه قدامك ده. فبكده نبقى رسمنا الياقة بتاعتنا راس ورجل. تمام. زي ما قلت لك، انت هنا طول المستطيل بتجمع حردة الجيرو الأمامية
وحردة الجيرو خلفية بتجمعهم على بعض وبتعمل طول المستطيل، لكن عرضه 11 سنتي ثابت. بتقسمها أطوال 3 سنتي في 2 سنتي في 2 سنتي في 4 سنتي. تمام. بعد كده بترسم الياقة بتاعتك وتاخد القوس من هنا وتحدد ياقتك من فوق زي ما شرحت لك كده بالظبط. لو انت وصلت معايا لحد هنا عايزك تدوس لايك وشير، واهم حاجة لو انت مش مشترك معانا في القناة دوس اشتراك. سلام.